صباح النور، صباح الفل. بديت لكم الفيديو بالورد والنوار. مش الفيديو نتاع اليوم، مش نطول عليكم شويه، خاطر عملت وصفتين في فيديو واحد. كما شفتوا في التصويره عندي كعيبات كلب بحر، والا فما شكون يقول قطاط، هذاك القطاط الصغير، اما كلب البحر هيك الكبير، فهمتوا؟ دونك باش نعمل بيهم زوز وصفات. مش نعمل تشيش كلب البحر، ومش نعمل مصلي كعبات الكبار السماح، باش نعملهم مصلي. نبدا اول حاجه بالتشيش. نقلي البصل، باش نعمل عباره تقليه متاع مرقه عاديه. اول حاجه نملحهم بالباهي كما تشوفوا، نخليهم يتملحوا. اللي طول اللي حضرت التقليه متاعي، نبدا بالطبيعه نهرس الثوم بالملح والكمون، 4 سنين ثوم، ومغرفه ملح، ومغرفه صغيره معبيه شويه كمون. خليهم يتقليوا مع البصل شويه، ونكمل نحضر اللوازم التقليه متاعي، اللي هي كعبه طماطم فرشكه، نقصها بالطريقه هذه، وقريب فلفل حر بالباهي. زاد بنحكي لكم جات حرة بنينة، انا نتخيلها تجي حرة، معناتها ما نتخيلهاش تجي ماسطة معناها. ولا 3 مغارف صغار فلفل احمر، شوية بركة كركب، شوية اقل من نص مغرفة صغيرة، جست باش تبدل لنا اللون نتاع المرق وكهو. ولا نقعد نقليه ونتعدى نحضر المصلي متاعي. نمد الطبق يترمى في الفور هذاك، ولا نحضر نعمل شويه زيت، شويه كركب، بزيت شويه فلفل اكحل. انا عملت بزيت شويه، تنجموا تنقصوا. شويه طماطم معجونه، وهذاك الثوم مش نهرسه مع الملح والكمون. نسيت الساعه ما هرستوش فرد مره. ولا نكمل نحضر الخليط متاعي، شويه ماء، بزيت شويه مع خاطر انا غليته على الغاز، ومن بعد خليته يتجمر في الفور. فوالا، ونرمي كعبات للكلب البحر متاعي، نغطسهم بالباهي في الفحات، ومن بعد نلحق عليهم اللي كتب من ربي من خضراء. انا عملت طماطم وبطاطا وفلفل حلو. نجموا تزيدوا معهم بصل ولا اي خضره انتم تحبوها. غطيته ببابي الومنيوم ورميته على الغاز على الاول، عمل غلوه باهيه حتى طابت شويه البطاطا ونشف معنا المرق، ومن بعد جمرته في الفور. اللي تعرف فورها قوي ترميه ديريكت في الفوطه ويطيب منه فيه. رميت كعبات الكلب البحر في التقليه شويه، يذبلوا شويه، ومن بعد مش نقيمهم. هذاك قرين فلفل ملح زاده باش يبنن حار زاده. ولا نقيمهم ناقصين شويه طيب، خاطر من بعد مش نفركهم نسبلهم في المرق، ونمرق على روحي عاده ونخليه يغلي. ومن بعد ما يغلي فوالا نزيدوا الفلفل اكحل، خاطر انا ما عملتش في الاول الفلفل اكحل. احنا في عادتنا نعملوا الفلفل اكحل في الاخر في المرق. ومن بعد ما نصفيه ونرجعه على النار، نرش توا عندي طريفه شيش، نخليه يغلي ونكمل نسبل الحويتات متاعي. فما شكون في الشمالي تشيش يعملوا من التقليه، معناتها فهمتي، من الاول من التقليه يحطوه. ما نعرفش الطريقه هذه الحقيقه، اللي يعرف يقول لي عليها.
فوالا التيش متاعنا تقريبا حضر. كملت صبيت عليه هذاك شويه الفلفل والتقليه، جا بنين ما شاء الله يهبل. بون تريك هذيا باش نعملها شويه ماء باش ما يعجنش معناتها بعد ما تطفي على التشيش يقعد مرخوف. نوريكم بعد ديجا كيفاش قاعد مرخوف، بورتون هو طاب قبل المصلي. فوالا التيش متاعنا حضر ديجا ما ياخوش برشا وقت. هي الاكله كامله بصراحه ما تاخوش برشا وقت، معناتها ممكن ساعه الكل في الكل. وهذا المصلي متاعنا ما شاء الله، شفتوا المنظر بركه يشهي. جا بنين زاده حتى مطعمه بنين بالباهي. وهذا تشيش فوالا قاعد جاري. ان شاء الله تعجبكم الوصفه متاع اليوم، وقولوا لي رايكم في التعليقات كان عجبتكم.